ألف سلامة أخويا ألفينا، ألف سلامة عليك. أنا عارف إن اللعيبة في إيذاء قوي من ناحيتك، بس هي دي ضريبة اللعيب الحريف، دايما كده هتلاقيه دايما بيتضرب يعني. فعادي اتعود بقى، اتعود عشان هتشوف من ده كتير يعني. إن شاء الله تكون الإصابة خفيفة، تكون بسيطة، ما تكونش أكبر من كده، ونلاقيك المباراة الجاية قدام بيراميدز يعني. ربنا كبير. نرجع بقى لمباراتنا. بنلعب طلائع الجيش. بنأدي أداء كويس من بداية الشوط. ربنا كرم وجبنا جون، ثم الثاني ثم الثالث. بص هقول لك على حاجه، يتحرك ناصر تتحرك باقي العناصر. ناصر ماهر للمباراه الثانيه على التوالي بيقدم اداء مميز، يستاهل يكون عليه راجل مباراه النهارده. ناصر ماهر تحرك، بيباصي مع زمايله، بيلعب السهل، بيعمل ترنات في الملعب مختلفه. الموضوع صعب مش سهل. ناصر ماهر بيحرك جسمه بطريقه مختلفه، بيزيد في ال 18، بيعمل مشاكل للمدافعين. ناصر ماهر من اهم لعيبه الزمالك النهارده، ويستاهل ياخد مباريات اكتر. بص يا ناصر بقى، انت هتلعب كوره للكوره، صدقني هتنجح. هتلعب كوره حاجه تانية مش هتنجح. اثبت النهارده ان كلام المشجعين بيطلع صح يعني. يانيك فيريرا رحل عن نادي الزمالك. دايما كنا بنطالب ان فتوح يلعب هو بنتاج في الجبهه دي. طالما انت ما عندكش وينج شمال قوي، يبقى لازم تلعب انت وفتوح وبنتايج. اديك شفت جبهه من نار، محتاجه بس مهاجم زي الناس غير عدي الدباغ. عدي الدباغ يعني انا تعبت منك يا اخي والله العظيم. انت بتضيع حاجات ما تضيعش. ايه ده؟ هي دي كور تضيع؟ انت مهاجم محترف يعني؟ في مهاجم محترف في الزمالك بيضيع الهجمات السهله العبيطه دي؟ لا طبعا. انا مش قادر اقبل بصراحه الفرص اللي انت بتضيعها، صعب جدا. ان شاء الله التوفيق يكون معانا، واحمد عبد الرؤوف مدرب جيد، هيقضي معانا الفتره دي وان شاء الله ينجح ونقدر نحصل على بطوله السوبر. كنا بنلعب النهارده طلائع الجيش، خصم ماهوش قوي قوي، بس احنا خسرنا من فرق تعبانه زي الاهلي وزي مع المحله. مش مقياس. اللي عايز يكسب بينزل من اول دقيقه بيقول للفرقه اللي قدامه انا نازل اكسب. انا هكسبك كوره بقى، قوه رجوله، انا نازل اكسب النهارده. انما فكره من الدقيقه 69 ما بنلعبش كوره. من ساعه ما خرج احمد فتوح وانا مبسوط ان هم ما نزلوش التغيير السادس اللي كان ينفع الزمالك يشرك لاعب سادس في حاله اصابه اللاعب احمد فتوح. بس ساعتها انت كنت هتخسر فتوح في السوبر، مش هيلعب. مبروك ال3 نقط بتاع مباراه طلائع الجيش، وان شاء الله